يا احمد اخويا قاعد لوحدك ازاي في البيت ده؟ مال يا ابني مين اللي بيطبخ لك ولا اللي بيغسل لك ولا بيكنس لك؟ لا انا لازم النهارده تعيش معايا في البيت. انا حاجه مفاجأة. احمد بالله عليك عايزة نخلص بسرعة قبل ما عماد يجي. طيب ماشي ادخلي. ماشي يلا. هو اللي بيحصل ده؟ انا مش مصدق وداني. روعة مراتي واحمد اخويا. طب اعمل ايه دلوقتي؟ اخش عليهم؟ طب لو دخلت عليهم اعمل ايه؟ اعمل ايه في اخويا؟ اعمل ايه في اخويا ولا مراتي؟ انا مش عارف اعمل ايه. اعمل ايه بس يا رب؟ قالوا صعبان عليا عايز اجيبه عندي البيت. ماشي يا احمد. عماد أميرة؟ ايه مالك يا ابني؟ أميرة أنا خلاص دماغي هتنفجر يا أمير، أنا مش عارف أركز خالص. في ايه؟ أنا في مصدوم. إيه؟ انت قلقتني. روعة كويسة؟ روعة؟ هو كل الكلام ده بخصوص روعة، والكلام ده ما ينفعش أقوله لأي حد إلا ليك أنت عشان أختي روعة. في ايه؟ انت قلقتني. موضوع كبير أوي يا أمير. طب تعالى في كافيه هنا، تعالى نقعد فيه نتكلم. خير يا رب استر. تعالى يا عماد. انت قلقتني. أمير ايه؟ روعة بتخوني. انت ايه اللي بتقوله ده؟ أنا اتأكدت. يا عماد بس بقى، روعة ايه اللي بتخونك؟ ما تقول يا ابني كلامي يتعقل. هو ده اللي حصل يا أمير. ما أنت شايفاني مش بكلم في نفسي ليه؟ روعة اختي بتخونك انت يا عماد؟ أيوه. انت ايه اللي بتقوله ده؟ مش هقول لك يا سيدي دي اختي ودي تربيتي، هقول لك انت عارف ان روعة قد ايه بتحبك، ده انتوا متجوزين بعد قصة حب. ايه اللي بتقوله ده؟ بعد زي ما أنت ما قلت بعد، وقصة الحب شكلها ما استمرتش، فشكلها حبت حد تاني وبتخوني. حبة ايه؟ بقى ايه الهبل اللي بتقوله ده؟ أيوه بقول لك بتخوني. انت اتجننت شكلك يا عماد. وللأسف أنت ما تعرفيش هي بتخوني مع مين. انت بتتكلم جد ولا؟ بتخوني مع أخويا، مع أحمد. لا ده انت كده اتجننت. زي ما بقول لك كده، هو ده اللي حصل. انا ما بقيتش مش عارف اعمل ايه. سنة انت الكلام اللي بتقوله ده انت جايبه منين الكلام ده؟ الكلام ده انا اتاكدت منه لما شفتها هي واحمد في الشقه مع بعض، في الشقه عند احمد يا اخويا. نهار اسود. لا انت اكيد بتهزر. لا انت فهمت غلط اكيد. اختي انا عارفاها. لو طلعت فعلا بتخوني يا سيدي ليك عليا، انا اللي هجيب رقبتها. خلاص بس نتاكد. ماشي يلا بينا ونشوف هنعمل ايه. قال بتخونك ايه؟ انا خلصت يا طب احمد. يلا بقى عشان ما تتاخريش انت. ماشي. وبقول لك صح يبقى سلمي لي على عماد. انت اتجننت يا ابني ولا ايه؟ سلم لك على عماد ازاي؟ ايوه خلاص انا نسيت. ماشي سلام. اتفضلي. ايه فعلا اللي انا بقوله ده؟ يتسلم على عماد دي يبقى بقى لو عرف حاجه. ايه يا احمد؟ ما انت فين يا حبيبي؟ طب بقول لك ايه، عايزك تعدي عليا في البيت ضروري. عايزك ضروري. حاضر يا اخويا، ولو اني مش فاضي بس هعدي عليك. ماشي. هو في ايه؟ عماد عارف حاجه ولا شك في حاجه؟ ربنا يستر بقى. يا روح. ايه يا حبيبي؟ انت رجعت بدري من الشغل يا؟ لا انا ما رحتش النهارده اصلا. طب انت كويس؟ لا انا كويس. بقول لك ايه، انت خرجت يا روح؟ لا ما خرجتش ولا رحت اي حته. ما رحت اي حته. طب بقول لك ايه، كان في موضوع كده كنت عايز اخد رايك فيه. عيني يا اخويا في ايه؟ احمد اخويا كنت مال؟ عايزه يجي يعيش معانا هنا يعني في البيت عندنا واسع. عين العقل والله العظيم، هو ده فعلا ان انت الصح ان انت تعمله. احمد عايش لوحده وشاب برضه مهما كان، نبقى احنا قاعدين مع بعض كده ونس لبعض، اول لقمه ناكلها مع بعض. اذا كان حاجه نتفرج عليها سوا. نبقى خلاص هروح. ماشي. انا هروح اعمل لك اي حاجه تشربها. عايز حاجه ولا لا؟ ها؟ لا اعملي اي حاجه اشربها، اي حاجه. ماشي يا عمي. ماشي يا روعه. عايزه كمان تجيبيه هنا عشان تغفليني في قلب بيتي. انا كده عرفت واتاكدت. انا مش عارفه اعمل ايه. ده كده عماد كده ممكن اكيد هيخسر اخوه وانا اخسر اختي. طب على ايه؟ لا اكيد هو مش متاكد من اللي بيحصل. اكيد مش متاكد. ان شاء الله ما يكونش متاكد من الكلام ده. خير يا اميره في ايه؟ هو مش خير خالص. قلقتيني ما تتكلمي. بص بقى انا عايزه اكلمك في موضوع ومش عارفه ابتدي منين. انت ايه اللي بينك وبين روعه اختي؟ روعه من غير ما تكذب. والله ما بكذب، انا روعه زي اختي. زي اختك؟ ايوه والله. طب
خلي بالك عماد رن عليك لان عماد شاف روعه عندك في الشقه. انت بتقولي ايه؟ هو عشان كده رن عليا وعايزني ضروري، هو فهم ايه؟ نعم. استنى، يعني هي روعه فعلا كانت عندك في الشقه؟ ايوه كانت عندي، بس انا عايز اعرف عماد يا فهم نهار ايه؟ اسود ومنيل، عندك بتعمل ايه؟ ايه اللي بينك وبين اختي انت؟ بس انا عايز اعرف هو دخل شقتي ازاي؟ معرفش دخل ازاي، المهم ان هو كان موجود وانت وروعه موجودين في الشقه. لا بقول لك ايه؟ انا لازم اروح الحق روعه دلوقتي اللي يعمل فيها حاجه. انا جايه معاك يا اختي، اكيد مش هسيبها. ربنا يستر. ايه ده؟ مين عندك؟ لا خليك انت، انا اللي عارف. هو في ايه يا عماد ماله؟ اسلوبه متغير قوي معايا. يا رب استر. تعالى تعالى يا احمد واميره، اتفضل يا احمد. أميرة خير يا عماد، في حاجه؟ الحمد لله. اقعد، نورت. ده نورك. في ايه؟ منورين. ده احمد اخويا. ايوه احمد اخويا اللي بيخونش، بيخونك. بيخوني مع مراتي. ايه؟ يخونك ايه؟ ثانيه واحده، استنى بس استنى. هو ده اللي حصل. انت بتشك فيا انا يا عماد؟ تقصد لما كنا في الشقه وانت كنت موجود صح؟ ايوه بالظبط، انا كنت موجود. لا لحظة. استنى لحظه ايه؟ انت دماغك ازاي تروح لكده؟ دماغك تروح لكده؟ ايوه دماغك تروح انت لكده. بتخونني انا يا عماد؟ ما كنت عندي في الشقه بتعملي ايه؟ قول له بعمل ايه؟ بقى احمد اخويا اللي كان صعبان عليا، قلت يجي يعيش معايا بدل الوحده اللي هو فيه. انت عارف بقى مراتك كانت بتيجي تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ قلت لي عشان لو في هدوم تغسلها، في لقمه تعملها، اكتر من كده ما كانش بتعمل يا غبي. ما انا كنت بطلب منها ان انا اخرج اسيب لها البيت لحد ما تخلص، كان بترفض عشان خاطر اخوك بتقول- راجل محترم زي ما قلت لك، اختي تربيتي انا عارفه تربيتها كويس. كانت بترفض ان اسيب لها البيت عشان خاطر ما فيش حاجه تروح من البيت وتقول واتهمها ان هي اللي خدتها. انت توصل بيك لكده؟ هو انت ما تعرفش اخوك؟ طب هي ما تقوليش ليه؟ انت ما تقوليش ليه؟ تخلوني ليه كده اشك هو انت فيكم؟ اصلا